كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي الحلوين، النهاردة هنحكي حكاية جميلة، الغابة الجميلة اللي كلها أشجار جميلة، كلها خضرة وجميلة وورد جميل ومليانة حيوانات حلوة ويحبوا بعض ومتعاونين مع بعض. بس يا خسارة، كانوا مرعوبين دايما ويستخبوا من الأسد الملك، لأنه كان بيرعبهم وبيخوفهم وبيخليهم مش عارفين إن هم يتحركوا ولا يعملوا أي حاجة في الغابة. وكان فاكر إن الملك ده إن هو بقوته مسيطر على كل حاجة، وإن عايز الحيوانات كلها تسمع كلامه، وإن كل حاجة ملكه، لغاية ما حصل موقف كده. أنا الملك وكل حاجة هنا ملكي، الأرض ملكي والطريق ده طريقي والغابة كلها بتاعتي، ومحدش يقدر يتحرك إلا بإذني ولا يعدي من الطريق بتاعي إلا لما يقولي أنا الملك. وفي يوم من الأيام يا ولاد، الأسد الملك لقى سلحفاة صغيرة بطيئة ماشية على الطريق بتاعه. راح قال لها: يا سلحفاة يا بطيئة، ازاي تمشي من على الطريق بتاعي من غير ما تاخدي إذن الملك؟ ردت عليه السلحفاة وقالت له: يا ولاد، بما انك انت الملك، قول لي بقى، الملك يعني قوي، والقوي ده لازم يخدم الارض اللي عايش عليها ويعمرها. ولو انت ملك وقوي بصحيح، شوف بقى هتعمل ايه للشجرة دي، لانها هتموت من كتر العطش. وبعدين يا ولاد، قعد الملك يفكر ويقول هعمل ايه، وبقى محتار. قعد يعلي صوته ويعمل الزئير بتاعه اللي بيخوف الحيوانات وبيرج الغابة عشان الأرض تطلع مية، ما بتطلعش. قعد يزق جذر الشجرة برجليه عشان تطلع مية، ما بتطلعش. ما بقاش عارف يعمل ايه. اتعلم الدرس من السلحفاة. لقى السلحفاة عمالة بتحفر بشويش بالراحة بطريقة ضعيفة، وهي صغيرة ضعيفة، حوالين جذر الشجرة عشان يخشها مية وتشرب مية الشجرة وما تموتش من العطش. بدل ما بيخوف السلحفاة، نزل وساعدها وقعد يحفر معاها بالمخالب بتاعته القوية لغاية ما عملوا حفرة حوالين الجذر بتاع الشجرة. وساعتها يا ولاد جابوا المية وسقوا الجذر بتاع الشجرة. ساعتها الشجرة بقت حلوة وشربت مية، ما بقتش عطشانة، وورقها اخضر وبقى جميل. وساعتها الأسد قعد يتكلم مع سلحفاة ويقول لها بصوت حنين: يا سلحفاة يا سلحفاة، أنا اتعلمت الدرس منك. فعلا القوي لازم يحمي اللي حواليه، القوي لازم يعمر الأرض اللي عايش عليها، القوي لازم يقدم المساعدة للحيوانات اللي معاه. أنا خلاص ما كنتش هرعب الحيوانات تاني، وهبقى صديق لكم كلكم، وهبقى أحميكم، وابقى دايما أصد عنكم أي خطر. من ساعتها يا ولاد، الأسد اتعلم إن القوة لازم تكون في خدمة الحيوانات الصغيرة الضعيفة، يحميهم بيها ويدافع عنهم ويحمي الأرض اللي عايش عليها ويخدم الأرض اللي عايش عليها. وتعلم إن العمل مهم جدا، وإن العمل أهم من الكلام، إن الكلام ما بيعملش حاجة لكن العمل بيعمل كل حاجة. لو عجبتكم الحكاية يا حبايبي، يلا لايك بسرعة بسرعة بسرعة، واشتراك للقناة، وفعلوا الجرس، وشير. وإن شاء الله هقابلكم في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.